اهلا بيكم معانا مره تانية. للناس اللي اول مره تشوفني او تتابعني، معاكم كابتن رامي حلمي، لاعب اولمبياد لندن 2012، بطل دوره العاب البحر المتوسط وبطل افريقيا وبطل العرب واخيرا بطل مصر، وشويه حاجات تانية لو اتكلمنا فيها هتاخد من وقت الحلقه كتير. لكن الهدف من التعريف بنفسي اني اوصل لك ان عندي الخبره الكافيه اللي اقدر ارد بيها على استفساراتكم واستفسارات كتير من المتابعين، ومنها هو ان ازاي اقدر اطلع فلوس من الملاكمه، او بصيغه تانية هل الملاكمه لو لعبتها هطلع لي فلوس؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. يلا بينا نبدا حلقتنا وما نضيعش وقت. مش شرط تكون بطل في الملاكمه عشان تقدر تستفيد من الفيديو ده، ممكن تكون مبتدئ او في نص الطريق او ما بتلعبش اصلا. مش ممكن تكون الملاكمه هي مستقبلك وانت ما تعرفش. خليني في الاول اقول لك ايه هي اهم رياضات الفنون القتاليه اللي ممكن تستفيد منها ماديا، وركز معايا في اللي جاي عشان محدش يتوهك. في عندك 3 انواع من الرياضات القتاليه اللي ممكن تكسب او تطلع منها فلوس: البوكسنج، الكيك بوكسنج، والام ام اي. هبدا دلوقتي اتكلم عنهم بالتدريج من الاقل للاعلى من الناحيه الماديه. رقم 3 عندنا هي الكيك بوكسنج، ودي الرياضه الاقل في الدخل من الام ام اي والبوكسنج. هي مش لعبه اولمبيه زي البوكسنج طبعا، ولكن ليها منظمه بترعاها وهي جلوري. رقم 2 عندنا هي الام ام اي، وهي اعلى في الدخل المادي من الكيك بوكسنج، وبرضه مش لعبة أولمبية زي البوكسنج، لكن ليها منظمة عالمية ضخمة جدا بترعاها وهي اليو اف سي. ودلوقتي نيجي لنمبر 1 على مستوى الرياضات القتالية كلها من الناحية المادية على مستوى العالم، وهي البوكسنج. البوكسنج هي الرياضة الأعلى دخلا عبر التاريخ. الملاكمين في مجال الاحتراف بيكسبوا ملايين الدولارات، وكل ده بيرجع للشعبية القوية لرياضة الملاكمة عبر التاريخ والأقدمية اتحاداتها، وكمان لأكترية الممولين والمستثمرين فيها. هنبدأ مع بعض دلوقتي نرسم تصور إزاي أقدر أوصل للعالمية من ناحية الهواة ومن ناحية المحترفين. تعالوا نبدأ دلوقتي نتكلم من ناحية. هنفترض دلوقتي ان احنا اتعلمنا الاساسيات من تحركات وضربات واسمائها وطريقتها وازاي بنقدر نستخدمها، ودلوقتي جاهز لبداية المشوار. اولا هتبدأ تشوف انسب نادي ليك تلعب باسمه البطولات اللي جاية. ثانيا النادي اللي انت هتلعب تبعه او هتلعب باسمه قبل ما يخليك تمثله او تلعب باسمه بطولة الجمهورية للأندية اللي هي تذكرة وصولك لمنتخب بلدك، هيلاعبك شوية بطولات ودية على بطولات المحافظة اللي هو تابع ليها علشان تكتسب الخبرة اللي تقدر تخليك تسد في الماتشات على مستوى الجمهورية، وكمان عشان يقدر يحدد الوزن المناسب ليك او اللي هتلعب فيه، وده بيكون من خلال المدرب المسؤول عن الفريق. واذا كسبت في البطولات دي ده هيأهلك انك تلعب بطولة الجمهورية باسمه. ثالثا دلوقتي انت تفوقت في كل اللي فات وقدرت انك تلعب وتكسب بطولة الجمهورية للأندية باسم النادي بتاعك، ووصلت المراكز الأولى وقدرت تفرض سيطرتك على الوزن بتاعك في مرحلتك العمرية، سواء كنت من الناشئين أو الشباب أو الدرجة الأولى اللي هم فوق ال 18 سنة، وقدرت انك توصل للمنتخب بتاع بلدك. رابعا وجودك في منتخب بلدك بيتيح لك الفرصة انك تلعب عدد كبير من البطولات الدولية والقارية والعالمية اللي بتحلك بعد كده الفرصة للوصول للأولمبياد. وخلي بالك انك تسجل اسمك في السجل الأولمبي دي قيمة كبيرة بيحلم بيها كل رياضي. هنا بقى نرجع لموضوع الحلقة، فين الفلوس يا كابتن؟ عشان تقدر تكسب فلوس من ناحية الهواة فانت قدامك مصدرين. اول مصدر عندك هو النادي بتاعك لو كان اسمه كبير في مجال اللعبة نفسها، وبالنسبة للملاكمة في مصر الجيش والشرطة هم اكبر الأندية في الوقت الحالي المتميزين في الملاكمة. فالنادي بتاعك بيطلع لك راتب، ولكن مش المبلغ اللي انت ممكن تكون متصوره، ولكن يا دوب بيقضي مصاريفك. المصدر الثاني ليك وانت في المنتخب هو بيكون عن طريق المكافآت، ودي بتكون بناء على الدورات اللي بتلعبها باسم البلد بتاعتك وانت في المنتخب. لما بتلعب دورة كبيرة بتاخد عليها مكافأة. يعني مثلا وانت في منتخب بلدك لما بتلعب دورة أولمبية أو دورة ألعاب عربية أو إفريقية أو دورة ألعاب البحر المتوسط أو حتى دورة ألعاب الفرانكفورت، الدورات دي بيكون اللي بيصرف عليها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، مش الاتحاد هو اللي بيكون بيصرف عليها. وعلشان كده بيكون نازل لكل دورة لائحة موثقة مختومة وممضية من الجهتين اللي قلنا عليهم، بتقول إن الأول أو الميدالية الذهب بياخد كذا، الفضة بياخد كذا، البرونز بياخد كذا. فأنت حسب ما ربنا يكرمك هتاخد، مع ملاحظة إن كلمة دورة يعني كل 4 سنين بتتلعب مرة. أما بالنسبة لمتوسط أرقام أو مكافآت الدورات فكل دورة حسب قوتها، وتعتبر طبعا الدورة الأولمبية هي اللي فيها فلوس أكتر. يعني مثلا خد عندك
الميدالية الذهب في أثينا 2004 كانت مكافأتها مليون جنيه، الفضة كانت 750 ألف، والبرونز كانت نص مليون جنيه، وده كان رقم رهيب ساعتها. أما بالنسبة لباقي الدورات زي مثلا دورة ألعاب البحر المتوسط أو دورة الألعاب الإفريقية أو غيرها من اللي احنا ذكرناهم دلوقتي، فبتتراوح القيمة بتاعتها المالية من 30 ألف ل 100 ألف حسب الميدالية يعني. وبفكرك كمان مرة عشان لما تيجي تحسبها صح إن الدورة معناها كل 4 سنين مرة. دلوقتي احنا خلصنا ناحية الهواية بتفاصيلها وإزاي تقدر وايه المدى بتاع الفلوس اللي ممكن تكسبه من ناحيتها. يلا بينا دلوقتي نخش على الناحية التانية اللي فيها الفلوس اللي بجد، وهي ناحية المحترفين. وخلي بالكم انا لما بقول ناحية المحترفين المقصود بيها هنا اللي بره مصر، مش الحاجات الداخلية او الجمعيات الداخلية اللي موجودة في مصر. لكن انت ممكن تاخد الجمعيات المحلية او اللي موجودة في مصر او حتى اللي موجودة في البلدان العربية المحيطة كمحطة للوصول للمنظمات العالمية اللي بره. لكن اوعى تاخدها كمحطة توقف فيها طموحك والا هتدفن، وهتفضل وقتها عايش نفس قصة الهواة بالملاليم بدل الاحتراف. هي انك بتلعب باسمك وبتعتمد على عنصرين علشان تقدر توصل فيها. اول عنصر عندك ومن اهم الحاجات اللي ممكن تكون سبب في وصولك، وجود سبونسر قوي يدعمك، يقدر يصرف عليك في ماتشاتك ويقدر يصرف عليك في تجهيزاتك وتدريباتك ومعسكراتك وتجهيزاتك دايما للماتشات بحيث انك تبقى اقوى واقوى واقوى. تاني عنصر عندك وبرضه عنصر مهم جدا هو وجود بروموتر، يعني منظم ماتشات بينظم لك ماتشاتك باحترافيه وبيحاول يوصلك للعالميه. وخلي بالك ان البروموتر ده لازم يكون محترم عشان ما يتاجرش بيك، لازم يبقى في ظهرك وبيسندك ويشوف لك الماتشات المناسبه عشان تقدر تعلى وتعلى والريكورد بتاعك يكون متظبط، فوز كبير هزائم اقل او معدوم. وكل ما الريكورد او التصنيف بتاعك يكون اكبر وافضل هتاخد في الماتشات فلوس اكتر. واكبر دليل على كلامنا ده ان الملاكمين هم اغنى الرياضيين في العالم، حتى انهم تفوقوا بثرواتهم على لاعبين كرة القدم العالميين. واشهرهم طبعا الملاكم الامريكي فلويد مايوذر اللي وصلت ثروته حسب تقرير مجلة فوربس العالمية ل 915 مليون دولار. وبعديه بيجي في المرتبة الثانية لاعب الكرة الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو. وفي النهاية عايز أقول لك إنك لو عايز فعلا تكسب فلوس من البوكسنج صح لازم تحترف بره. وسواء بدأت هاوي أو محترف في بلدك خليها بس خطوات تساعدك إنك في يوم من الأيام تحترف في الخارج. كده خلصت حلقتنا، أتمنى فيها إن أنا أكون فدتكم وأتمنى لكم كل التوفيق. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واكتبوا لي في الكومنتس رأيكم في الفيديو وإيه المواضيع اللي حابين نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى إن البوكسنج يكون سبب في تحقيق طموحكم في يوم من الأيام. تشاو.